السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة الخير؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. فيديو النهارده يا جماعة الخير مختلف تماما عن كل الفيديوهات اللي احنا عملناها قبل كده. غلطة يا شباب بتعلم اللي بعد منها. اللهم لك الحمد، خسرت الانتاج بتاعي بالكامل. ما عادش عندي زغلول في اي عين من العيون اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم ديت. ولكن غلطة يعني انا ماليش يد فيها. انا ماليش يد في الغلطة دي. لو قلبك ضعيف ما تشوفش الفيديو دوت. لو انت قلبك ضعيف بلاش تشوف الفيديو ده احسن، عشان في مناظر في الفيديو دوت هوريها لكم دلوقتي. مناظر يعني لو قلبك ضعيف مش هتستحملها، فبلاش تشوف الفيديو دوت. لو انت من اصحاب القلوب الضعيفه بلاش ان انت تشوف الفيديو دوت. طبعا يا شباب الحمام بتاعنا كله ما عادش موجود منه تقريبا، اللي موجود ده نص الحمام ده تقريبا. انا اللهم لك الحمد عندي اكتر من 60 جوز او من 50 جوز حمام، فاللهم لك الحمد ما عادش عندي حمام كمان دلوقتي. واوريكم الحمام دلوقتي يا شباب. احنا بالليل يا شباب هطلع اصور لكم الحمام، هتلاقيه كله واقف على السطوح بتاع الجراني، وهتلاقيه واقف على طبعا على المكان بتاعي من فوق، ما هوش عارف يخش مكان لان الحمام بتاعي خايف يخش اصلا المكان. طبعا يا جماعه الخير اوريكم الحمام الاول. تعالوا بس يا شباب اوريكم الحمام وبعدين اوريكم مناظر. زي ما قلت لكم لو انت من اصحاب القلوب الضعيفه او ان انت ما بتحبش تشوف المناظر ديت فبلاش تشوف المناظر ديت احسن. تعالوا بس يا شباب اوريكم الحمام بتاعي. طبعا هو واقف عند الجيران وهو واقف فوق المكان بتاعي. يا رب يكون المنظر واضح قدامكم. الحمام زي ما انتم شايفين كله واقف على المكان بتاعي من فوق، وطبعا على بيوت الجيران. طبعا المنظر احنا بالليل الدنيا ضلمه، فالحمام اصلا خايف يخش المكان عندي بسبب ان انا جالي طبعا حاجه يعني فظيعه. يعني انا النهارده دخل عندي المكان كائن فظيع، فطبعا الحمام كله زي ما انتم شايفين كده يعتبر متشرد. يعني كل حمامتين تلاقيهم في مكان. ده اللهم لك الحمد الحمام ده هو اللي فضل هنا، والحمام اللي هو تحت، وباقي الحمام والله العظيم عند الجيران وانا مش عارف ادخله. تعالى بس يا شباب اخش جوه واقول لكم ايه اللي حصل معايا بالظبط. دخلت اكلف يا جماعه الخير زي كل يوم. دخلت اكلف الحمام بتاعي زي كل يوم. متعود ان انا العصر بدخل المكان بتاعي ببص في العيون يا شباب، ما لقيتش ولا زغلول عندي. العيون كلها يا شباب فاضيه تماما نهائي. حتى الحمام اللي هو كان تحته بيض يعني ساب البيض بتاعه. طبعا الحمام هيرد على البيض ازاي واصلا الحمام بتاعي بره خايف يخش مكان. زي ما انتم شايفين حضراتكم يا شباب المكان كله فاضي مفيش زغاليل نهائي. اللهم لك الحمد. ده كان جوز حمام. طبعا انا كنت محضنه تحت الحمام البلدي. ده حمام كريزلا يا شباب من الحمام العظام. ده الجزء الوحيد اللي انا لقيته، وباقي الحمام يا شباب كل العيون فاضيه. كل العيون فاضيه يا جماعه الخير. والله العظيم كان في زغاليل موجوده هنا، وكان في زغلول موجوده هنا، وكان في زغاليل موجوده هنا، وكان في زغاليل موجوده هنا، وكان في زغاليل يا شباب. طبعا ديت لسه طبعا محضنه بيض. كان في زغاليل يا شباب، كان في زغاليل تحت والله العظيم هنا كمان. كان في زغاليل في معظم العيون اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم ديت. ما عادش عندي زغاليل نهائي. ده يا شباب كان ليه اخ طبعا برضو ما لقيتهوش. الافاصه يا شباب او الافصان اللي هي موجوده فوق يا جماعه الخير، الافصان ديت والله العظيم كان فيها زغليل. الافصان ده يا شباب والله العظيم كان فيها زغليل. فاللهم لك الحمد ما عدتش لقيت زغلول نهائي. ما عدتش لقيت زغلول نهائي. طب الزغليل ده يا شباب راحت فين؟ اول ما دخلت يا شباب اكل في الحمام لقيت قطه سمراء. يعني قطه شكلها غريب، قطه سمراء تماما تماما ما فيهاش اي نقطه بيضه طبعا او فيها اي لون تاني، هو اللون الاسمر فقط لا غير. لقيت القطه يا جماعه الخير ماسكه الزغاليل بتاعتي بالكامل، عماله تاكل بالزغاليل. والاكل الزغاليل يعني حاجه فظيعه. اوريكم الفيديو، انا مش عارف يعني اوريكم الفيديو او اوريكم منظر الزغاليل ازاي، انا مش عارف والله، ولكن هوريها لكم. وطبعا واجري على الله. طبعا الزغاليل القطه يا شباب يعني نوريكم برضو الزغاليل مع بعض اهو يا شباب. لقيت المنظر اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم ديت. طبعا المنظر ده بس مش المنظر ده بس، انا هحاول اوريكم بسرعه كده عشان بس الناس برضو ما تشمئزش من الايه من القصه. طبعا يا شباب لقيت برضو المنظر اللي انتم شايفينه ده في العيون زي ما انتم شايفين حضراتكم كده بنفس الشكل. لقيت الزغاليل كلها يعني ده زغلول كان مسحوب من الاغصان اللي فوق ديت. نفس القصه زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم كده. وما لقيتش بقيه الزغاليل، ما لقيتش زي الزغاليل. بس طبعا انا عرفت الكائن او عرفت المفترس اللي هو افترس الزغاليل بتاعتي. عرفت الكائن ده اللي مريحني شويه. عرفت ان هو اللي افترس الزغاليل بتاعتي، لان انا ما لقيتهوش كنت هقلق، كنت هشك اقول دي فار ده عرسه، دي القصه كلها. انا مامن المكان بتاعي يا جماعه الخير. انا كنت عامل لكم فيديو من يومين. انا مامن المكان بتاعي. العيون ده يا شباب زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم ديت العيون يا جماعه الخير. طبعا انا مامنها من بره
زي ما قلت لكم قبل كده ببلاط سيراميك. البلاط السيراميك ديت الفئران ما بتعرفش تدخل، ولا العرس ولا القصه ديت ما بتعرفش تدخل عندي من المكان. ولكن انا يا شباب الغلطه اللي انا غلطتها النهارده بالذات، انا طبعا شاري حمام جديد، شاري حمام جديد، والحمام ده انا بعوده على المكان، انا بعود الحمام بتاعي ده على المكان. فبعوده على المكان ازاي يا شباب؟ بشد الريش بتاعه وبسيب له الباب مفتوح زي ما شايفين كده يا شباب، بسيب الباب مفتوح زي ما انتم شايفين كده. القط ده يا شباب دخل عندي ازاي انا ما اعرفش. طبعا انا كان بخش عند قطط قبل كده، ولكن والله العظيم كان في حاجه بتاذي الحمام، والله 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 كان في قطه عندي طبعا كانت والده في المكان دوت، كانت والده في المكان دوت، وانا ما رضيتش برضو ارميها، قلت حرام عليا، سبتها لحد ما عيالها كبروا، وكانت بتطلع وتدخل من العيون بالشكل دوت، كانت بتنط من العيون ديت، وكانت بتدخل المكان بتاعي هنا يا شباب، كانت بتخش للزغاليل بتاعتها، او بتخش اسف للقطط بتاعتها الصغيرين، ما كانتش بتاذي الحمام عندي. ولكن القطه اللي انا شفتها النهارده ديت منظرها فعلا غريب. فانا شباب ان كنت انا من يوم ما عملت القناه وانا بديكم نصائح وبديكم خبرتي في تربيه الحمام عشان الناس تعرف تربي حمام بشكل كويس، طبعا انا محتاج نصيحتكم النهارده. الناس اللي كملت معايا الفيديو لحد دلوقتي انا محتاج نصيحتكم معايا النهارده، تقولوا لي اعمل ايه في القطه ديت. طبعا انا سالت شيخ راجل محترم، هو حمايه حافظ كتاب الله، الراجل ده والله العظيم لا ازكيها على الله، الراجل ده من حفظ كتاب الله. انا يعني ان احسبه من عند الله من يعني من الناس الصالحين، واحسبه من عند الله من الناس اللي هم حفظ كتاب الله، والناس اللي هي يعني ما شاء الله عليها حاجه تاخد منه العلم يعني. فطبعا انا لما سالته فبقول له حصل معايا كده 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 كده، قال لي القطه شكلها، قلت له شكلها اسود نهائي. طب انا اقدر اقتل القطه ديت بعصايه كده كده؟ ممكن اقتلها، يعني قتلها سهل بالنسبه لي. طب انا اعمل فيها ايه؟ قال لي لا ما تقتلهاش، قول لها ارحلي عنا في امان الله، وما ما تاذيناش، ولا احنا ايه، ولا احنا ناذوك. طب يا جماعه الخير، انا دخلت تاني لقيت طبعا الحمام هربان نفس القصه كده، وعلى سطوح الناس وعلى سطوح الجيران، وخايف يدخل عندي المكان. الحمام ده خايف يدخل عندي المكان. طيب انا اعمل ايه يا جماعه الخير؟ برضو انا محتاج نصايحكم، ومحتاج اعرف منكم انا اعمل ايه عشان القطه ديت، يعني اقتلها، اضربها، اموتها، او ان انا اصبر عليها يومين ثلاثه. فطبعا اصحاب العلم يا ريت يا رب يكون في حد عنده معلومه عشان يفيدني بيها، عشان ان انا ما اخسرش الانتاج بتاعي تاني. والله العظيم انا خسرت تقريبا، مش عايز اقول لكم، اكتر من 10 تجواز زغاليل، اكتر من 10 تجواز زغاليل. ناتج انا طبعا انا بستفيد منه، بجيب عائد للبيت بتاعي منه، بستفيد منه، بحب اربي الحمام. طبعا ده بيض يا شباب عفوا يا جماعه الخير، ده بيض يا جماعه الخير. طبعا البيض دوت هيصبح فاسد الصبح، البيض ده برضه هيصبح فاسد الصبح، لان اهاليه زي ما قلت لكم على سطوح الجيران، واهاليه مش محضنه البيض دلوقتي. فانا برضه هحاول اكسب الناتج دوت. في عندي حمام طبعا محضن بيض، هجيب بيضه من هنا وهجيب بيضه من هنا، وهحط مثلا بيضه هنا يا جماعه الخير تحت الجوز دوت، وبيضه طبعا وليكن مثلا تحت الجوز دوت، عشان برضه مبدا احاول انقذ ما يمكن انقاذه، انقذ ما يمكن انقاذه، وان شاء الله تعالى الحمام الثاني يجي لي الصبح. ولكن القط ده اعمل فيه، او القطه ديت اعمل فيها ايه؟ هو ده يا شباب اللي انا طبعا محتاج نصيحتكم فيه. يا رب يا شباب تدلوني على الخير، بقدم لكم نصايح، ولكن النهارده انا محتاج منكم نصيحه. لو كملت معايا في الفيديو لحد دلوقتي ما تنساش تنزل لي في التعليقات تحت لو انت عندك معلومه، تقول لي العمل في الموضوع ده ايه. جزاكم الله خير. يا رب يكون حد فيكم اهل علم يوصل لي معلومه. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.